النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن، هيطلع معانا جميل جدا، كريمي وناعم، وكمان الوش المكرمش اللي احنا بنحبه. وطريقته سهلة جدا وبسيطة، والمكونات كلها متوفرة في كل بيت. يلا على طول نبدأ ونشوف عملنا ايه. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير لو عجبك. المقادير بتاعتي: معايا لترين من اللبن او الحليب، ومعايا نص كوباية من القشطة دي. أنا بغلي اللبن عموما، مش اللبن اللي معايا في الوصفة يعني. ولما بيبرد بتطلع طبقة القشطة دي تاني يوم كده وهو في التلاجة، بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي في الحلويات. وكمان معايا كوباية الا ربع من السكر، ممكن أزود وممكن أقلل حسب الرغبة. يعني نص كوباية، نبدأ بنص كوباية الأول وبعدين نزود زي ما نحب. وكمان معانا معلقتين كبار من النشا، وكوباية واحدة من الرز، هشيل منها معلقتين كده بحيث ان القوام يبقى كريمي وناعم ومظبوط اكتر، عشان الرز ما يبقاش زيادة عن اللزوم. وكمان معايا معلقة واحدة كبيرة كده من جوز الهند، انا بحبها جدا في الرز بلبن، بس هو حاجة اختيارية ممكن نقدر نستغنى عنها. ومعايا طبعا الفانيليا، ممكن نستعمل فانيليا، مية ورد، مية زهر، او طبعا المستكة حسب المتوفر عندنا وحسب الطعم اللي بنحبه. هضيف بقى اللبن بتاعي الكمية كلها في قلب الحلة، وهنزل عليهم برضو بالرز، وهنزل معاهم بجوز الهند. هحط الثلاث مكونات دول بس كده في الاول في البداية، وهسيبهم مع بعض ياخدوا من نكهة بعض، والرز يستوي في اللبن ويبقى جميل جدا من غير ما نزوده مية، ومن غير ما نحط اي اضافات زيادة عن اللزوم. خلاص، يبقى انا كده عملت ايه؟ حطيت الرز مع اللبن مع جوز الهند. هاخد بقى الحلة كده على النار، هسيبها تغلي. اول ما تبدأ تغلي دقيقة واحدة بالظبط بعد الغليان، هطفي عليها النار تاني واسيبه متغطي. ما جيش يعني مش هعمل فيه اي حاجة بعد كده غير ان انا هسيبه متغطي. انتوا شايفين ده كده بعد دقيقة واحدة بالظبط من ايه؟ من الغليان. هغطيه تاني واسيبه من نص ساعة لساعة، مش هزود عن كده عشان خاطر الرز ما يبقاش مهر زيادة عن اللزوم، لا، من نص ساعة لساعة هيكون مستوي معايا وبالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده جاهز. يعني انا مش هقعد بقى اقلب كتير ولا اقف جنبه ولا اي حاجة. انتي بس ايدي عليه النار دقيقة واحدة يغلي، وبعدين تطفيه وترجعي تلاقيه استوى وجاهز معاكي لباقي الخطوات. خلاص، هرفع الحلة تاني بقى على نار، والنار تكون هادية جدا، وابدأ اكمل بقية الخطوات بتاعتي. خلاص، شايفين الرز بالشكل ده يعتبر خلاص استوى. هتضغطي على الرزاية كده هتلاقيها استوت وبقت تمام. خلاص، نكمل باقي الخطوات بتاعتنا، والنار تكون هادية، ونفضل نقلب باستمرار عشان الرز ما يلزقش مننا ولا يشيط في الحلة من تحت. اول حاجة بقى هنزل بالقشطة بتاعتي اللي اتفقنا ان احنا واخدينها من وش اللبن، وهنقلب يا دوبك القشطة تدوب معانا. بتدي طعم جميل جدا، وممكن نزود كمان معلقة من الزبدة في الآخر. يعني لو متاحة عندنا زبدة بلدي طعمها حلو، مش متاحة هي القشطة هتقوم بالواجب. وكمان هضيف السكر، بما ان الرز استوى وتمام هنزل بالسكر بتاعي حوالي من نص كوباية لكوباية الا ربع، وهندوق ونشوف الطعم اللي بنحبه نظبطه حسب الرغبة بتاعتنا. خلاص، قلبنا القشطة مع السكر وداب تمام جدا جدا وبقى مظبوط معايا. هجيب بقى معلقتين النشا، هنزل عليهم بربع كوباية من المية أو الحليب حسب ما موجود عندك، وتقلبي كويس جدا، تدوبي النشا في المية كده، عشان ما ينفعش ننزل بالنشا على طول في قلب اللبن، هيعمل تكتلات ومش هيبقى مظبوط معايا ولا هيدينا نتيجة كويسة. هقلب بقى النشا كويس جدا كده مع اللبن، وافضل اقلب حوالي 5 دقايق عشان نتأكد ان النشا استوى وبقى مفيش اي طعم نشا في اللبن. اول ما نتأكد ان النشا استوى وبقى تمام، بننزل على طول بالفانيليا بتاعتنا، عشان ما نخليش اللبن يغلي مع الفانيليا بقى مدة طويلة ونكهتها تضيع مننا. فبنتأكد الأول إن النشا استوى، وبعدين ننزل بالفانيليا دقيقة واحدة بالظبط مع اللبن، ونرفعها من على النار ويبقى جاهز معانا. ممكن نزود زي ما قلت لكم نكهات تانية. وكمان أحيانا كده بحط بدل النشا سحلب، بجد بيبقى طعمه رهيب ببودرة السحلب، بس بنخلها كده من المكسرات اللي فيها وبستعملها، بيبقى طعمها رهيب يا جماعة بصراحة. بس انا مكانش عندي سحلب، فطبعا استعملت النشا. والطرق كتير قوي قوي قوي، بس نجرب الطريقة السهلة البسيطة دي هتعجبكم برضو. انا عبيت الرز بتاعي كده في الاطباق زي ما نحب كده، وهسيبه يبرد بقى تماما تماما تماما. يعني انا سيبته يبرد براحته، ما دخلتوش التلاجة خالص. اول ما يبرد كده هجيب البلاستيك
بتاعي واغطيه كويس جدا، او لو الاطباق بتاعتنا ليها غطا هنغطي بيها. المهم ان احنا نحكم الغطا بتاعنا كويس، عشان ده بقى اللي بيدينا الوش المكرمش اللي احنا بنحبه. بس مش بنغطي قبل ما يبرد تماما ونتأكد انه هو برد. خلاص، فانا غطيت كل الكمية بالشكل ده وهدخله بقى التلاجة. بعد ما اتأكدت ان هو برد وغطيته على التلاجة على طول، هيخرج بقى من التلاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الوش بيكرمش بسبب ان احنا غطيناه، لا اكتر ولا اقل. وكمان السبب التاني ان احنا ما نكونش مزودين الرز زيادة عن اللزوم، وما بيكون كريمي معانا بيعمل طبقة من الوش مظبوطة وحلوة. لكن لو انت مزودة الرز قوي ما بيعملش معاكي الوش المكرمش ده. فانت حاولي تظبطي كمية الرز بتاعتك، ما تكتريهاش وما تغطيهوش قبل ما يبرد. بس هيطلع معانا جميل جدا وسهل، ومكوناته مفيش بقى اسهل من كده ولا ابسط من كده. عايزين حاجة حلوة، نقوم نعمل شوية رز بلبن من غير اي افتكاسات ولا اضافات زيادة عن اللزوم. بس لو موجود عندنا اي اضافات زيادة عايزين تضيفوها، لبن بودرة، كريمة لباني، بودرة كريم شانتيه، زي ما نحب نضيف. يعني الحاجات دي كلها اختيارية او زي ما نحب. خلاص، جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.